يا ابني انا عاوز اقول لك حاجة. في عز الوقت اللي انت موجوع فيه دلوقتي وتعبان، والله العظيم ربنا شايف كل حاجة بتعملها. شايف ان انت ما انتش قادر تكمل، وشايف ان انت بذلت مجهود وما لقيتش نتيجة، وشايف ان انت خايف، وشايف حاجات كتيرة قوي انت بتحس بيها، لكن خلي بالك هيطبطب عليك وهانت خلاص، لأن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم، رحيم بعباده، رحيم بكل بني آدم، مطلع على المجهود اللي انت بتعمله، وهو عارف ان انت نيتك سليمة، ان انت عاوز تنجح، وهيكافئك على كده سبحانه وتعالى، سند ليك. فاوعى يا ابني تخاف من حد، اوعى من اي حاجة، اوعى يا ابني تقع في الحتة دي، انك تبقى خايف، انك تبقى لوحدك. اقسم بالله العلي العظيم ما انتش لوحدك، ربنا معاك في كل وقت وكل خطوة، معاك في عز الوقت اللي انت فيه مخنوق ومتضايق، معاك في عز الوقت اللي انت فاكر فيه انك لوحدك، معاك قدام الدنيا كلها. وكل اللي عليك يا ابني انك ترفع ايدك لربنا، ادعيه وكلمه بصدق، وقول له انا تعبت يا رب، انا موجوع، قول له انا مخنوق، قول له يا رب انت عالم بحالي وغني عن سؤالي. هتلاقي ربنا يسندك ويقويك ويجبرك. اكبر ألم موجود في حياتك ان انت متخيل انك لوحدك. غلطان والله، ما انتش لوحدك، ربنا موجود معاك في كل وقت وقدام اي حاجة. قسما بالله العلي العظيم ليس بشارة واحدة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها بشارات عديدة، وأتحداك إنك تغمض عينيك حتى نهاية الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ صل على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى أن تضع إعجاب والاشتراك بالقناة. جزاك الله خيرا ومتعك بالصحة والعافية. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وكان معه أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ما هو الحيوان الذي يبطل السحر وتكرهه الشياطين؟ القطط، ولا يمكن لأي جن أن يتلبس بالقطط، فقد سلطها الله تعالى على ثلث الجن، كما أنها طاهرة، هم الطوافين علينا والطوافات. كيف ينال المسلم محبة الله؟ بكثرة النوافل بعد الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري. من الذي تصلي عليه الملائكة 5 مرات في اليوم؟ هو الذي ينتظر الصلوات الخمس، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ودعاء الملائكة مستجاب بأمر من الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما هو الشيء الذي يحرق الشيطان؟ التوبة تحرق الشيطان. وإذا كان الجن متلبسا بإنسان وأراد الإنسان أن يحرقه، فماذا يفعل؟ مما جرب لحرق الجن أن يؤذن في أذن المصروع 7، وتقرأ سورة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي 7، ويقرأ سورة الطارق وآخر الحشر والصافات. إن الله تعالى يرضى عنك في 3 ويكره منك 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. 3 عقوبات تصل للحاسد قبل أن يصل حسده للمحسود: أولا هم لا ينقطع، ثانيا سخط من الله عليه، ثالثا يحرم من التوفيق في حياته. فلا تحسد أحدا على نعمة ظاهرة، فإن نصيبه من الابتلاء لا تراه. دعاء قبل النوم يجمع محامد الخلق. ما هو الدعاء الذي من قاله قبل النوم فقد حمد الله بجميع محامد الخلق؟ جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من قال إذا أوى فراشه: الحمد لله الذي آواني،
الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. فمن قال هذا فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. ما هو الدعاء الذي من قاله عافاه الله من أي ابتلاء؟ من رأى مبتلى فقال في سره: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا، فإنه لم يصاب بهذا البلاء أو أي بلاء. ما هي الآية التي كان أبو بكر رضي الله عنه يبكي إذا قرأها؟ كان أبو بكر الصديق عندما يقرأ في سورة التوبة ويصل إلى قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يبكي ويقول: والله أنا صاحبه، والله أنا صاحبه، رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو دعاء قضاء الحاجة والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في كل ليلة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة قبل أن ينام يدعو ويقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اغضي عننا الدين واغننا من الفقر. من قال هذه الكلمات على ألم في جسده شفي في الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يديك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الله سبحانه وتعالى يسأل ملك الموت: ألم تبكي مرة؟ ألم تبكي مرة وأنت تقبض روح بني آدم؟ فأجابه: ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة. فقال الله تعالى: وما الذي أضحكك؟ فقال ملك الموت: كنت يا الله أستعد لأقبض رجل فوجدته يقول لصانع أحذية: اتقن صنع الحذاء ليكفي أن ألبسه سنة، فضحكت وقبضته قبل أن يلبسه. فقال له الله: وما أبكاك؟ فقال: بكيت حينما أمرتني أن أقبض روح امرأة، وذهبت إليها وهي في صحراء جرداء، وكانت تضع مولودها، فانتظرت حتى وضعت طفلها في الصحراء الجرداء، وقبضتها وأنا أبكي لصراخ طفلها دون أن يدري به أحد. فقال له الله: وما الذي أفزعك يا ملك الموت؟ فقال: فزعت عندما أمرتني أن أقبض روح رجل عالم من علمائك، وجدت نورا يخرج من غرفته، كلما اقتربت من غرفته فج النور ليرجعني، وفزعت من نوره وأنا أقبضه. فقال له الله: أتدري يا ملك الموت من هو الرجل الذي فزعت منه؟ إنه ذاك الطفل الذي قبضت أمه وتركته في الصحراء، تكفلت به ولم أتركه لأحد. ما أعظمك يا إله العالمين. من هو الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أكلك كلب من كلاب الله؟ هو عتبة بن أبي لهب. عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي: أكلك كلب من كلاب الله. وفي يوم من الأيام قتله أسد، فقال أبو لهب: علمت أنه لا يفلت من دعوة محمد. ما هي الآية التي من عمل بها نصره الله على أعدائه؟ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والذين ينصرهم الله ذكرهم الله تعالى في الآية التي بعدها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذه الصفات صفات المؤمنين. وقال تعالى في آية أخرى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كيف يعلم الإنسان أنه من أهل الجنة؟ عندما تقيس أمورك بالحلال والحرام فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا، فجعل في قلبك واعظا يأمرك وينهاك، وأنك من أهل الجنة، لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى. ما هو القول الذي هو أحب للنبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.